بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، إن شاء الله تكونوا بخير وألف صحة وعافية. اليوم جبت لكم الوصفة تاع النوتيلا، كان طلبتها مني إحدى المشتركات في القناة. نوتيلا صنع منزلي، كما راكم تشوفوا تجي عاقدة وثقيلة. البنة تاعها ما شاء الله ما فيهاش مكونات بزاف، وصنع منزلي يعني بدون مواد حافظة. مقادير: عندنا كاس نتاع سكر ناعم، وكاس نتاع زيت، كاس نتاع حليب، وعندنا ملعقتين تاع حليب غبرة لحظة. انا هنا استعملت عطر الشوكولا، ممكن اللي عندها عطر البندق تستعمل عطر البندق. ناخذ الطريقة. انا هنا استعملت هاد الميكسير، تقدروا تستعملوا برا ميكسير ولا تستعملوا الباتير. المهم يكون السرعة نتاعه باش في الساع يطلع، لانه غادي يطلع كيما تطلع المايونيز. نديرو الكاس نتاع الحليب، نضيفوا عليه كاس تاع السكر الناعم، يبقى غير الزيت اللي نخلوه مع الاخير نبقوا نضيفوا فيه غير بشويه. هنا ملعقتين نتاع اللحظه حليب غبره، ونديروا الكاس تاع الكاكاو اللي هو اساسي في الوصفه. بالنسبه للكاكاو انا ننصحكم تستعملوا النوع البني، ما تستعملوش الاسود، لانه الاسود الجو تاعه البنه يجي قاطع بزاف، يجي هزيم. استعملوا البني، البني هو احسن. نشغلوا الميكسير نخلوه يخلط قاع المقادير. القرصه تاع الملح ما تنسوهاش باش تكسر هذاك الذوق تاع الشوكولا. انا استعملت العطر تاع الشوكولا، قلت لكم تقدروا تستعملوا عطر البندق. نخلطوا المقادير مليح حتى تتجانس كما راكم تشوفوا. الزيت نخلوه في الاخير ونبقوا نزيدوا غير بشويه. شوفوا الخليط كيفاش ولا. هنا رانا عاد ما ضفناش الزيت، حول الخليط تجانس مليح، تخلط كاع المكونات، تخلي هذاك الباتيغ ولا الميكسير تاعك ليك تخدمي به تخليه يخدم، وتبقي تزيدي في الزيت غير بشويه بشويه حتى يعقد الخليط، حتى يولي ثقيل. نكملوا هذيك الكميه تاع الزيت اللي هي كاس نتاع زيت. مع الاخير نديروا 3 تاع الملاعق نتاع العسل. هاد اللمسه تاع العسل ضفناها باش يمد لنا واحد البريق، يعني يجي يلمع هذيك النوتيلا تجي تلمع، ما يجيش اللون تاعها باهت. ها ولا شوفوا. نزيدوا لها 3 ملاعق نتاع عسل، واللي ما عندهاش العسل يكون متوفر عندها الجلوكوز تقدر تستعمل ملعقتين تاع جلوكوز، ماشي ضروريه. نخلطوا كاع المقادير مليح مع العسل اللي ضفناه. هاي لا كيفاش ولا الشكل نتاعها، يجي الجو تاعها شباب ما شاء الله. وفي دقائق تكوني وجدتيها، يعني ما تشدش بزاف. والمقادير: كاس زيت، كاس سكر ناعم، كاس حليب، وكاس كاكاو، مع القرصه نتاع الملح. بالنسبه للوصفه الثانيه جبت لكم هذا الكيك يومي، بسكوين تاع كل يوم. شوفي صدقوني يجي خفيف خفيف خفيف، يجي قطن خفيف.
وكاع اللي جربوا هاد الوصفه ولاو معتمدينها، يعني ما تقدريش تبدليها. توجد في دقائق، تجيك سهله والنتيجه ما شاء الله. نغدو للمقادير وطريقه التحضير. عندنا 3 بيض مع كاس سكر، نطلعوهم مليح بالباتور، نطلعوهم حتى يولي كيما كتشوفوا الصوره، حتى يولي الخليط اللون تاعه ابيض، يعني نطلعوهم مليح، نمشي نخلطو غير شويه، نطلعوهم مليح حتى يولي الخليط اللون تاعه ابيض كيما راه موضح امامكم. نضيفوا الكاس نتاع الزيت على دفعات، يعني نزيدو غير بشويه ونواصلوا الخلط. نخلطو مليح. نزيدو كاس نتاع قهوه، هنايا القهوه لازم تكون حاميه، القهوه تكون سخونه، كاس نتاع قهوه ساخنه. نزيدوه للخليط، ها ولا على دفعات، ما تفرغوش خطره واحده، غير بشويه ونواصلوا الخلط. نكبوا هذيك القهوه غير بشويه ونواصلوا الخلط. ها هو الخلط كما كتشوفوا. نزيدوا نص كاس نتاع كاكاو، انا هنا استعملت البني مع الاسود، خلطتهم، كان عندي البني وكان عندي الاسود. نص كاس نتاع كاكاو. نخلطو مليح هذاك الكاكاو. ندخلوه مليح حتى يولي كما راه امامكم. نضيفوا هنايا الفرينه، عندنا كاس ونص نتاع فرينه، ها ولا الكاس الاول وها ولا النص. نديرو 1.5 خميره كيميائيه، انا استعملت 1.5. ونخلطوا المقادير بلا فوي. مع الاخير نضيفوا ملعقه كبيره نتاع خل. هنا الخل اذا كان عندك الاحمر تستعملي الاحمر، اذا كان عندك الابيض تستعمليه، لكن اختيار. هيا ملعقه كبيره تاع خل، نضيفوها للخليط ونديروه في صينيه وندخلوه للفرن على درجه حراره 180. ها ولا الكيك نتاعنا واجد، صدقوني من الداخل يجي اسفنجي ايبونج. انا غادي نزينه بهذيك النوتيلا صنع منزلي اللي كنت خدمتها. هذيك النوتيلا سواء كانت عندك الجاهزه ولا كانت عندك هذه المصنوعه في البيت، تزيد تمد لهذا الكيك، تمد له واحد الكو ما شاء الله. وبالنسبه للعجينه تاع هذا الكيك، تقدري تستعمليها في لي مول صغار، تقدري تستعمليها في لي مول تاع المادلين تاع البانكيك، ولا تستعمليها في لي مول تاع الكيك يكونوا فرديين. كي تكون عندك هاد الغوسيت تعتمديها والمول يبقى اختياري. زينها كاع كما كتشوفوا. الكيكه تاعنا هي واجده، هاد الموسكوتشو او الكيكه يومي ها ولا واجد. ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الوصفات نتاع اليوم اللي شاركتها معكم. اي سؤال خلوه لي في التعليقات. دمتم في امان الله، السلام عليكم.